واللي يقدر يموت. القصة كتحكي على أب وولدو عايشين في هامش الدار البيضاء وكيدبروا على راسهم بجرائم صغيرة لحساب مافيا محلية، حتى كيطيحوا بمشكلة كبيرة، عملية اختطاف كتسالي بجثة غير مرغوب فيها. إبراهيم الأب شخصية غارقة في الحياة الهامشية، عنده نظرة قاتمة للعالم وكيآمن بأن البقاء الأقوى، ولكن للأسف ماشي هو الأقوى في عالم هذا الفيلم، بل مجرد ضحية أخرى في هذه المنظومة. أيوب الابن الحالم رغم كل شيء كيبقى كيحاول يلقى طريقة للخلاص، ولكن الفيلم ديما كيردو لنفس الحفرة. رغم قوة الصورة الفيلم كيبقى قوي بصريا فقط بلا عمق سردي، وكأن المخرج بغى يحبس القصة بجانب المعاناة بدون سبب. شاركونا في تعليقاتكم، وإذا عجبتكم الحلقة بارطاجيوها مع أصحابكم، وعاونونا بلايك وسبسكرايب، ونشوفوا في الفيلم الجاي